اللي حاضره الكرات العرضيه، محاوله مباغته الزمالك بهدف عشان يعقد الامور. 2-1 ذهابا، وبالتالي الزمالك النهارده يكفيه الفوز بهدف لتحقيق لقب هذه البطوله للمره الثانيه في تاريخ هذا النادي. مره ثانيه هنا استلام خطير اللاعب يوسف المهيري، لكن تطلع خارج الملعب. نادي الزمالك تخطى ارتا سولار الجيبوتي في مباراه ملحميه، هدف حمزه الحقيقه 4-1 كان الزمالك فاز في لقاء العوده بعد ما كان خاسر في الذهاب بهدفين. تصدر مجموعه كان فيها ابو سليم الليبي وسجرادا الانجولي وسوار كويا اكاديميه سوار كويا الفريق الغيني، تخطى فيوتشر المصري في ربع النهائي، وتخطى دريمز الفريق الغاني في نصف النهائي. زيزو استلم على طول امامنا، زيزو في محاوله المرور، ادي امامنا هنا الكثافه الدفاعيه المرتقبه اللي زي ما قلت لحضراتكم قد تكون طريقه اللعب 4-5-1، لان بيرتد يوسف المهيري ويوسف الفحلي مع ثلاثي وسط الملعب المرابط وخيري والبحيري، مع وجود 4 مدافعين. ادي على طول هنا فتوح، كره لسه داخل الملعب، حسام عبد المجيد، احمد حمدي. حماس الجماهير طبعا عامل ايجابي لابد ان يستغل، ذلك ما قاله المدير الفني البرتغالي طبعا جوميز، اللي قال النهارده يعني يوم كبير في هذه المباراه، يوم كبير وانتظار تعويض الخساره وتسجيل في مباراه اليوم عشان يصل للتتويج بلقب هذه البطوله. مره ثانيه على طول حسام عبد المجيد، كره ترجع على طول لحسام، حمزه المسلوسي. جمهور كبير، جمهور الزمالك اللي حاضر النهارده في مباراه اليوم. ادي امامنا هنا التدخل، لكن احمد حمدي اللعب يستمر، الجمهور يطالب بخطا. يا ولد اول ركله ركنيه احمد حمدي. الزمالك عنده غيابات طبعا للاصابات الطويله، الونش وشيفو، ايضا غياب شيكابالا والزناري، محمود علاء ورؤى خارج القائمه، وعدم القيد طبعا عبد الله او من كذلك محمد شحات. احمد حمدي خد ركنيه اولى في المباراه، شفنا الركنيه اتلعبت ازاي وعملت مشاكل في اكثر من محاوله كانت من حسام عبد المجيد ومن الجزيري، وكذلك ايضا الكره اللي كانت وصلت في اللحظات الماضيه لدونجا 5 دقائق اولى ناريه. زيزو جمهور حي، زيزو بتحيه خاصه، اولي 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 زيزو الجمهور العاشق والمحب. جمهور الزمالك استقبل النجوم الحقيقه النهارده، الكل بيلتف حول نادي الزمالك، كل الجماهير المصريه زي ما الجمهور هيلتف له. خبرات كبيره جدا، خبرات معين الشعباني، خبرات كبيره، فرصه نداي وانقاذ حمزه حمياني حتى الآن طبعا يعني أكيد النهاردة الكل بيلتف حول نادي الزمالك في هذه المباراة، وبالفعل الجمهور الكبير الحاضر النهاردة في هذه المباراة، الجماهير اللي تغنت منذ لحظات يعني من 2 الظهر الحقيقة الجمهور كان موجود. الزمالك النهاردة عنده في دكة البدلاء، شوف هنا بقى إضاعة الوقت، محمد صبحي، مهاب ياسر حمد، يوسف اوبابا، ناصر منسي، مصطفى شلبي، سامسون اكينيولا، سيد نيمار انه يوجه ليه العزاء لوفاه والده، ايضا زياد كمال، وننسى ايضا توجيه العزاء لوفاه مراسلنا طبعا احمد نوير مراسل قنوات بي سبورتس لاهله وطبعا اسرته، خالص العزاء ولهم الصبر والسلامه. على طول امامنا حسام عبد المجيد، هدى الملعب حمزه حمياني، مواجهه قويه، مواجهه ناريه حتى الان. نهضة بركان امام الانديه المصريه لعب 10 مباريات، منهم المباراه اليوم دي رقم 11 والرابعه مع الزمالك، فاز في 3 لقاءات وتعادل مرتين وهزم في 5 مباريات. لعب مع اياس بول بسيط، جاب 4 اهداف في هذه البطوله. عمر جنب اليمين، زيزو استئناف اللعبه، عوده مره ثانيه، زيزو الكرات العرضيه قويه، الكره لكن تطلع كره الى خارج الملعب، الى ركله ركنيه ثانيه للفارس الابيض. الزمالك يضغط بقوه، ومعين الشعباني يعرف الزمالك تماما، لانه واجه الزمالك 7 مرات مع الترجي وايضا مع المصري البورسعيدي ومع سيراميكا. ركنيه زيزو على طول ملعوبه، زيزو كرات راسيه، حسام عبد المجيد وحمزه بيتقدموا مره ثانيه، محمد شحاته كره رايحه جايه، حمزه على طول، حمزه يضع كره على طول، الدفاع الهجومي للزمالك، لكن لازم يقابلوا ويواجهوا يواجهوا ايضا حذر من مرتدات السريعه، لان يوسف المهيري وكذلك يوسف الفحلي الاثنين صراع جدا. تدخل حكم اللقاء امامنا عيسى امامنا، حكم للزمالك لقاء امام شباب بلوزداد في دوري الابطال الموسم الماضي، وحكم للزمالك تعادل سلبي امام سجرادا كان في هذه النسخه، وحكم 4 مرات لنهضه بركان فاز معاه في لقاءين وتعادل مره وهزم مره. تدخلات قويه. حكم كذلك ايضا في كاس العالم للشباب في 2023، وحكم في مطلع هذا العام بطوله افريقيا ادار فيها 3 لقاءات، الجزائر، انجولا، وجنوب افريقيا تونس، وربع نهائي ما بين نيجيريا وانجولا.
حمزه حمياني شفنا في النسخ السابقه عبد العالي المحمدي، وكذلك زهير الفارس الابيض في مواجهه المراكنه والفرص الضائعه للزمالك. ادي امامنا هنا معين الشعباني درب الحقيقه، يعني رحلته كلاعب كان طبعا من اللاعبين المميزين سواء في الترجي او حمام الانف او نادي القادسيه، وكذلك ايضا على مستوى التدريب مع الترجي ومع المصري. ورحلته امامنا هو وادي الكره ورايه وتسلل على ابراهيم نداي كان طبعا مفاضله مع مصطفى شلبي، لكن مصطفى شلبي عاد من اصابه كانت طبعا حدثت لي في لقاء البنك الاهلي. في تضييع للوقت مستمر من جانب لاعبي فريق نهضة بركان. حكم اللقاء امامنا هو بيحذر، يتكلم مع عمر جابر يقول له انا ما بتتكلمش خالص في اضاعه الوقت، لان الامور دي عنده هو، الامور دي عند هذا الرجل، عمر جابر وقع قلوب الجماهير، لان في اثناء الاحماء كان بيحاول يشيل الكرة فتوح، وكرة كانت عالية كده، الاثنين مش شايفين بعض واصطدموا ببعض، واصيب عمر جابر في قصبة قدمه يعني، وبالتالي كان الجمهور بقى وكان يعني حالة من التوتر قبل هذه المباراة. كرات العالية على طول ابراهيم نداي، لكن تطلع رمية تماس لصالح نهضة بركان. ابراهيم نداي بيطالب برمية تماس، لكن القرار لصالح نهضة بركان. مهم قوي الزمالك كمان انه يهاجم ويستغل الفرص، لكن في نفس الوقت مهم قوي الانضباط على المستوى الدفاعي، ولا مجال للاخطاء، مفيش مجال للاخطاء. الغلطه تصعب الامور. فتوح فاول على الفحلي، لا ده فاول على فتوح. بص امامنا هنا الكرات الثابته بيستغلوها بشكل مميز. فازوا 2-1 ذهابا، سجل كان دايو من ركله الجزاء كانت للفحلي على حساب عبد المجيد دقيقه 13، وكان سجل تحيف من كره عرضيه كانت اتعملت لعادل تحيف وسجلها، وسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الوحيد. شوف الجمهور ادي كره ثابته، اول كره لفريق نادي نهضة بركان، فريق عنده شخصيه، بطل لهذه البطوله 2020 امام بيراميدز بهدف مقابل لا شيء، كان دايو اللاعب البوركيني. ثم في 2022 كانوا فازوا باللقب على حساب اورلاندو بايرتس. مهم الروح، لكن مهم كمان ايه؟ مهم الصبر والهدوء. الزمالك محتاج هدف. استلام محمد شحاته، يا ولد محمد شحاته، حلوه لابراهيم نداي، هجمه حلوه للزمالك، اداء زملكاوي مميز، لكن اهم حاجه انك تسجل تمريره حلوه لاحمد حمدي القادم من الخلف، يرجع مره ثانيه على طول عمر جابر. خلاص الهجمه السريعه الواعده انتهت، لان الارتداد كان سريع جدا من نهضة بركان. زيزو احمد حمدي اللي عامل مباراه حلوه، احمد حمدي، لكن اتكعبلت في رجله المره دي، لكن على طول حسام عبد المجيد. الهدوء مهم. شوف واحده من النقاط المهمه الصبر في مباراه اليوم. انت محتاج هدف، فبالتالي الهدف ده ممكن يسجل في اي وقت، ومحتاج لما تسجل كمان تجيب تاني وتجيب تالت، ونظافه الشباك مهمه. ومهم جدا الصلابه الدفاعيه والرقابه وعدم السقوط في اخطاء، ومهم جدا الكثافه الهجوميه زي ما قلنا، وتسجيل هدف واستغلال الفرص طبعا فيما بعد لتسجيل مزيد من الاهداف. وهنشوف بقى هنا الاصرار والروح والعزيمه النهارده، وكذلك عنصر مهم في كره القدم هو توفيق ان شاء الله يكون حريف نادي الزمالك. تدخلات قويه المره دي، على طول كره من اللاعب ايوب خيري، عمر جابر، رمية تماس زملكاويه. شوف نهضة بركان في لقاء الذهاب ضغط على الزمالك في البدايه، ارتبك شويه الزمالك. تعديل وحيد النهارده في تشكيله الزمالك، بيبدا ابراهيم نداي السنغالي مكان سامسون اكينيولا البنيني اللي النهارده بدكه البدلاء، في حين نفس تشكيل نهضة بركان اللي لعب بيه في لقاء الذهاب امام نادي الزمالك. دونجا فتوح يدخل في عمق وسط الملعب. زيزو امامنا استلم، يجي في الجنب الشمال. زيزو ادوار دفاعيه، شوفها للفحلي والمهيري، لكن مره ثانيه على طول فتوح الكره تتعلق العاليه، صراع، التحام، سقوط امامنا هنا في اللقطه اللي فاتت. شوف هنا عادل تحيف ازاي بيرحل، هو اصلا على فكره سيرد باك، اصلا قلب دفاع، فبيلعب كظهير ايمن. وادي امامنا احمد حمدي في مرور، لكن مره ثانيه ابعاد، كره الاماميه السريعه. طاقم التحكيم النهارده زي ما قلنا حكم سنغالي، الحكم عيسى سي امامنا 39 سنه. بص امامنا الاعاده، ادي تحيف، ادي امامنا عادل تحيف في لقطه فيها التحام، فيها تدخل، لكن المره دي زيزو مره ثانيه بروح باصرار وتدخل، وحكم اللقاء بيدي فاول. في نوع اكيد من القوه لدى لاعبي نهضة بركان، لكن المهم ان الحكم يوفر الحمايه للاعيبه الزمالك.
المهم توفير الحمايه. نهائي استثنائي حتى الان امامنا هو مباراه يعني حتى الان ساخره. الزمالك ناجح تماما في السيطره والاستحواذ، لكن الاهم لسه لم يحدث في اللقاء. الاهم ايه؟ الاهم هو انه يسجل. ادي فتوح، مفيش داعي. فتوح امامنا بيقول له يعني انت عد بقى الاول. بياخد وقت طويل قوي حكم اللقاء في يعني تنفيذ الاخطاء. عشان كده فتوح بيقول له يعني انت قبل ما تحط بقى السبراي يعني عد ال 10 ياردة وخلينا نلعب. زيزو الزمالك كرة عالية امامنا راسية على طول مرة ثانية. حمزة اهداف حمزة المسلوسي كان لها دور رائع في هذه البطولة. كرات العالية المرة دي. ادي امامنا ابراهيم انداي دفع فاول ابراهيم. فاول على ابراهيم انداي. حمزة سجل هدف تاريخي في مرمى أردا سولير، هو هدف البطولة في رأيي إن شاء الله لو كلنا بالنجاح، لأن ده الهدف سجل في الوقت البدل الضائع وكان الزمالك هيخرج من الأدوار الأولى، لكن هدفه كان مميز. هدفه كذلك أيضا في مرمى فيوتشر كان نقطة تحول، وهدفه كذلك أيضا في مرمى كان فريق دريمز. حمزة المسلوسي اللي بيقدم واحد من أفضل فتراته مع نادي الزمالك. حمزة المسلوسي كرات العالية. حمزة على طول ارتقاء مع المهيري وسط الملعب. دونجا محمد شحاتة استعجال، يعني برضه في نوع من الاستعجال شويه. الاستعجال ده ياثر عليك على تركيزك وياثر عليك في اللمسه الاخيره وياثر عليك كمان في الثبات الانفعالي، لكن حتى الان الزمالك يعني اداء مبشر حتى الان، لكن يبقى انك تاخد المحصله الصحيحه وانك تسجل اول اهداف المباراه عشان تفتح شهيه الجماهير اللي حاضره الحقيقه واللي بتتابع المباراه. الفحلي على طول بادوار دفاعيه مع زيزو، لكن مره ثانيه فتوح كره تعود وسط ملعب الى لاعب اللي امامنا هو المرابط، لكن تدخل فاول على احمد حمدي. ادوارهم مهمه. محمد المرابط، ايوب خيري، ياسين البحيري في وسط الملعب. بص امامنا هنا التدخل فاول لصالح ياسين البحيري لاعب سابق كان في مولوديه وجده. حتى الان المباراه تعادل سلبي. اذكر النتيجه الوحيده اللي توصلنا لركلات ترجيح لو الزمالك فاز 2-1، لكن فوز الزمالك بهدف يكفي ان شاء الله للفوز والتتويج بلقب هذه البطوله لانه سجل خارج ملعبه. رمي التماس للزمالك. رمي التماس لصالح نادي الزمالك. معين الشعباني ورمي التماس للزمالك اتلعبت على طول. حسام عبد المجيد يرجع على طول. محمد عواد. حمزة المسلوسي. الزمالك بيبدا مباراه 19 دقيقه فيها اكثر من محاوله، لكن الاداء هدأ شويه وتدخل قوي بقى المره دي. فين الحمايه؟ مش معقول، تدخل عنيف قوي في اللقطه دي من حمزه الموسوي. شوف امامنا هو محمد شحاته حكم المباراه بقول لحضراتكم لازم يوفر الحمايه الكامله. بص هنا تدخل من اللاعب حمزه الموساوي، يعني في عنف وفي تدخل يعني عنيف امامنا هنا حمزه الموساوي. اتلعبت على طول للزمالك، الخطا ينفذ مره ثانيه. الكرات العرضيه لكن الاستعجال تصل الى ابراهيم انداي. الراسيه مره ثانيه سيف الجزيري الى زيزو داخل منطقه الجزاء يبحث عن المساحه، لكن مقفلين بشكل مميز. صراع ما بين فتوح الضغط هنا في اللقطه اللي فاتت على البحيري. الزمالك بيعمل ضغط عالي، يضطر فريق نهضة بركان انه يطفش الكوره وتطلع اماميه زي ما شفنا كده. الكوره على طول تطلع الى دفاع نادي الزمالك. يبدا الهجوم الزملكاوي، يبدا الضغط الزملكاوي. امامنا هنا ما زالت المحاولات مستمره على الطريق. امامنا هنا انطلاقه زيزو ضغط الزملكاوي اللي ممكن يعني يسفر ان شاء الله عن هدف، لان الزمالك ضاغط وبقوه حتى الان طبعا على فريق نهضة بركان، لكن لم يترجم الضغط لان في نوع من الاستعجال، في نوع من الصربعه، في نوع من عدم التركيز. اللمسه الاخيره عمر جابر في كره عاليه احمد حمدي، لكن مميز قوي البوركيني اللاعب يوسفو دايو اللاعب المميز. ترجع مره ثانيه لانداي، استلام زملكاوي وتدخل وفاول للزمالك. فاول للزمالك. طبعا في هذه اللحظات الجمهور لا ينسى دقيقة 20 لا ينسى شهداء الزمالك طبعا في استاد الدفاع الجوي في 2015 في فبراير 2015، وايضا نفس الكلام برضو دي 74 لشهداء الاهلي في بورسعيد في لقطات الوفاء لجماهير عاشقه ومحبه من خلال جماهير تعبر باخلاص وانتماء عن حب كبير وحب غير عادي للقلعه البيضاء للفارس الابيض نادي الزمالك. شوف 80-20 استحواذ، 80-20 حتى الان في اللقاء. 4 اخطاء مقابل 3. حكم المباراه بص امامنا هنا لعيبه الزمالك مستعجلين. الاستعجال ده مش في صالح الزمالك. الاستعجال الفرحه الزملكاويه. نادي الزمالك بيسجل اول اهدافه في هذه المباراه. اول اهداف الزمالك عن طريق احمد حمدي في الدقيقه 23. احمد حمدي يضع الزمالك في المقدمه.
2-2، لكن الزمالك بقاعده الهدف خارج ارضه، لكن حكم اللقاء بيدي فاول على محمد شحاته. نهضة بركان فريق مميز، فريق جدير بالاحترام، تتعامل معاه بمنتهى التركيز لان بيملك اسلحه هجوميه مميزه. يوسف المهيري، كذلك ايضا بول باسين اللي هو رقم 30، يوسف الفحل رقم 7، وفاول كلا ايوب خيري رقم 8. محمد عواد 1-0 للزمالك. احمد حمدي من صناعه زيزو مالك الاسيست امامنا اهو في هذه البطوله، يعمل تمريره روعه. سجل 4 أهداف وعامل صناعه 7 حتى الان في هذه البطوله، ومقدم لنا مستويات عواد يطلع لازم يطلع ويطير الكره ويطير الخطوره ويبعد الخطوره. محمد عواد خضت الفرصه بتاعت يوسف ضايو، فرصه ضايو للتعادل، لانك لازم تحترم تماما هذا الفريق. فريق نهضة بركان فريق مميز، وفريق الحقيقة من الأندية الجديرة، يعني ليس في شعبية الرجاء ولا شعبية الوداد ولا شعبية الجيش الملكي، لكن قدم نفسه بقوة. شوف قصة الهدف، بص الضغط هنا حسام عبد المجيد إلى زيزو يعملها حلوة قوي. بص هنا بقى الراجل يا ولد أحمد حمدي واخد الوضعية، يا عيني على الكرة الجميلة اللي اتعملت. الهاف فولي اللي ما عملهاش إلا لعيب. الكرة جاية له أمامنا، بص طبت إزاي وهوبا راح حاططها. يا عيني على التسديده. هي الكرة كمان حباه وحبه جمهور الزمالك اللي امامنا بيحتفل في هذه اللحظات والفرحه الكبيره باول اهداف اللقاء. وجوميز امامنا هو يحيي في هذه اللحظات. نهارك ابيض بخطين حمر 1-0 للزمالك. الجمهور يعني حقيقه، يعني جمهور بص استحواذ 78%، 22%، 7 مقابل لا شيء اللي بين العارضه والقائمين، 2 مقابل لا شيء. ولكن هي كره احمد حمدي، هي كره التتويج ان شاء الله، يعزز بهدف جديد وكره تطلع الى رمي التماس. خلاص اقروا الحكم بقى. عيسى سي مش بتاع السقطات والحاجات دي. شوف عيسى سي فيها التحام فيها قوه، لكن السنغالي امامنا اهو في اللقطه اللي فاتت. وادي كره ترجع على طول. محمد عواد خطوره في اللقطه، يا ولد عواد، لكن حاجات توقع قلب الجماهير. العب السهل يا عواد. الاخطاء لا مجال للاخطاء. دونجا يطلع كره بالجنب الشمال. الزمالك فاتح يعني فصل من فصول مدرسه الفن والهندسه. الزمالك فتح فصل، لكن ان شاء الله تكلل بالنجاح. كرات الاماميه عواد، يطلع عواد امامنا ويمسك عواد ويطمن جمهور الزمالك بعد راسيه ضايو اللي كانت خطيره جدا. كره ضايو 1-0. احمد حمدي فتوح سيف الجزيري مقطوعه من سيف. هدفه كان هدف مهم قوي، هدف اللي سجل في بدايه الشوط الثاني من عرضيه بهدف متكرر بينه وبين احمد مصطفى زيزو. طبعا مالك الاسيست في نادي الزمالك. على طول كره في الجانب اليمين. عادل تحيف، نهضة بركان بيحاول يخرج من الضغط اللي عليه. كره لسه في الملعب. عادل تحيف مره ثانيه. 28 دقيقه من احداث ومجريات اللقاء. الفارس الابيض متقدم على المراكنه، متقدم على البرتقالي بهدف احمد حمدي بتمرير زيزو في الدقيقه 23. كره على طول في الجهه العكسيه. الفحلي عواد يطلع على طول ويحرس الكره وتطلع لخارج الملعب. جمهور الزمالك من البدايه. بص امامنا باتريس موتسيبي طبعا رئيس الاتحاد الافريقي، كذلك الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الكابتن حسين لبيب طبعا رئيس نادي الزمالك، ايضا الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد كره القدم المصري، اللي موجودين النهارده في هذا العرس الافريقي الكبير وفي ظل تواجد جماهيري رائع. حتى الان الزمالك متقدم بهدف مقابل لا شيء. حسام عبد المجيد، حسام على ارضه، حسام فتوح. الزمالك لازم يواصل بنفس النسق، ولازم ان شاء الله يسجل هدف تاني عشان يسعد هذه الجماهير اللي لم تتوقف الحقيقه عن الغناء والتشجيع والمسانده واهداء هذه البطوله. اكيد طبعا الكل عارف الزمالك هيهدي البطوله لمين ولاعبته لمحمد مدحت المعد البدني اللي رحل عن عالمنا طبعا، اللي كان موجود مع زيزو في واحده من اللقطات الدراميه اللي ان شاء الله الزمالك النهارده يسعد يعني جمهوره ويهدي البطوله لمن رحل عنه المعد البدني محمد مدحت رحمه الله عليه. كره ترجع مره ثانيه. محمد عواد 30 دقيقه من عمر المباراه. 1-0. احمد حمدي هدف حلو قوي للزمالك، هدف جميل لاحمد حمدي. على فكره جاب هدف برده حلو قوي في مودرن فيوتشر من اختراق، وكان حلو قوي بوش رجله الخارجي. النهارده قدم لنا لمحه ثانيه ولقطه ثانيه بتؤكد انه من عجينه الكبار، لاعب من طراز اللاعبين الكبار.
خاض مع الزمالك في الدوري 4 لقاءات اساسي ومرتين كبديل، والنهارده بياخد لقائه الخامس كاساسي في هذه البطوله مع الزمالك، ولعب مرتين بديل وسجل ثاني اهدافه في هذه المباراه. سجل ثاني اهدافه في المباراه. الزمالك الباحث في هذه المباراه عن هدف ثاني في اللقاء. الزمالك دايما بيسجل في اول ربع ساعه 3 اهداف، في الوقت اللي سجل فيه دقيقه 23 من الدقيقه 15 دقيقه 30 بيسجل الزمالك هدفين. النهارده بيسجل هدف ثالث ليه، لا يسجل من الدقيقه 30 للدقيقه 45 الشوط الاول. الشوط الثاني بقى بيسجل في اول ربع ساعه هدفين، في الربع ساعه الثانيه بيسجل هدفين، في اخر لحظات المباراه بيسجل هدف. والنهارده مسجل لنا هدف امامنا. بص بيتكلم امامنا هنا البرتغالي جوزيه جوميز اللي تلقى رساله من الاسطوره جيزوالدو فيريرا استاذه واللي كان اشتغل معاه ان هو بيسند الزمالك. الفحلي وفتوح قال له مش كل مره، استلام حلو قوي من الفحلي لكن بمهاره فتوح. ابراهيم انداي التمريره الانطلاقه في المساحه يا ولد معموله حلوه قوي، راجل سلمه في رجله يا راجل ابراهيم انداي سلمه في رجله. مجتهد ومجهوده كبير لكن يهدر هذا الجهد بالرعونه في التمريرات اللي بيعملها، ورغم ان هو الحقيقه لما كان موجود في دجله كان بيقدم لنا مستويات مميزه جدا عندما كان في نادي وادي دجله. ادي امامنا هنا الحماس، سقوط محمد شحاته، مرور من اللاعب حمزه المساوي. شوف الحماس ممكن يعمل فيك ايه، شوف الحماس في اللقطه اللي فاتت محمد شحاته، ولكن بتضيع فرصه خطيره جدا من بول باسيت، فرصه كبيره من بول باسيت. شوف الجمهور امامنا، يلا زملكاويه شدوا حيلكم شويه الجمهور، لكن شحاته بيهدي، محمد شحاته بيهدي الدنيا، محمد شحاته بيهدي الامور. ان شاء الله جوميز ينضم لمن توج بلقب البطولات الافريقيه عبر تاريخ نادي الزمالك. بص الكره الخطيره اللي فاتت، شوف المرور هنا عدى بشكل مميز قوي يوسف المهيري. ادي يوسف المهيري، بص مهاره ورشاقه، قادم من نادي حسنيه اجادير امامنا، سجل 5 اهداف في الدوري. معين الشعباني بيقول لهم العب بعقل. بص الجماهير امامنا نهضه بركان، نادي كان موجود من 10 سنوات في الدرجه الثانيه. الفضل الاول يعود الى فوزي لخشع، طبعا احد رموز كره القدم المغربيه وفي القاره الافريقيه، وحاليا حكيم عبد الله النائب البرلماني هو من يدير النادي. طبعا الطفره الكبيره اللي وصلته لكاس العرش في المغرب 3 مرات، كونفدراليه مرتين والسوبر مره، وهو حاليا فريق يحتل مركز ثالث في الدوري المغربي ب 46 نقطه خلف الجيش 64 والرجاء ب 60 نقطه. الوداد رابع بالمناسبه، الوداد رابع ب 41 نقطه. يستأنف اللعبة مرة ثانية، محمد شحاتة هدى شوية الأمور، 33 دقيقة، هدف الزمالك الوحيد حتى الآن، لكن نتيجة مفخخة، لكن لازم الزمالك يعزز بهدف ثاني. فتوح يرجع مرة ثانية على طول، حسام عبد المجيد، حسام فرصة خطيرة قوي بتاعت اللاعب باسين، فرصتين كانوا ممكن يعادلوا النتيجة، رأسية دايو من كرة ثابتة وكرة باسين اللي بيركزوا عليها في العمق. تعود الكرة عبد الحق عسال نهضة بركان. الزمالك لعب يعني 25 دقيقة نارية، لكن منذ كرة دايو الرأسية وأصبح نهضة بركان يرغب في إحراز التعادل، لكن الزمالك عليه أن يستغل هذه الأمور. كرة ترتطم في قدم اللاعب أمامنا عليك أيوب خيري، على أيوب خيري 24 سنة. أيوب خيري، أحمد حمدي صاحب هدف المباراة وعريس اللقاء حتى الآن، ومعين الشعباني التونسي صاحب 42 عام اللي عنده خبرات كبيرة الحقيقة، فاز مع نادي الترجي بالدوري 3 مرات ومرتين دوري أبطال، وأيضا فاز معاهم كذلك بلقب السوبر يعني التونسي مرتين. كان هو مدرب لما الزمالك فاز على الترجي في بطولة. كرة قوية قوي من ياسين البحيري، لكن لو كان اللاعب بول باسين ده لف كانت تبقى مشكلة. الرقابة لازم تكون أفضل من كده، الاندفاع الهجومي الزملكاوي لازم بقى يكون بحساب، لازم الأمور تكون بحساب. بص الراجل ده استلم، كان معاه أقرب واحد حمزة، ثم كرة أمامنا هو البحيري تطلع الكرة لخارج الملعب. خطورة كبيرة في هذه اللحظات أمامنا. شفنا 3 كرات خطيرة لفريق نهضة بركان. الملعب ممتلئ على الآخر باستثناء بعض الأماكن المخصصة لجماهير نهضة بركان. على طول انطلاقة المرة دي في الجانب الشمال، يوسف المهيري، ياسين البحيري، كرة ترجع على طول عبد الحق عسال، يوسف دايو لاعب كان لاعب في نادي فيتا
الكونغولي لاعب دولي عنده 69 مباراه مع منتخب بوركينا فاسو اللي كان ثالث افريقيا 2017 ورابع في 2021 وكان موجود معاهم ايضا في النسخه الاخيره في 2023 اللي اتلعبت طبعا في مطلع هذا العام. باسين كره في العمق الهجومي، لكن حمزه المره دي ارتباك زملكاوي. هنا بقى مهم قوي، مهم دور محمد شحاته ودور دونجا، ومهم كمان التغطيه العكسيه تكون موجوده في اللقطات اللي امامنا. لكن حمزه يطلع كره خطيره جدا لفريق نهضه بركان اللي كان عايز يخترق من خلال بول باسين. ركنيه وركنيته مميز. يوسف الفحلي الرقابه على دايو، من يراقب دايو هو اخطر لاعب، وكذلك عادل تحيف امامنا. الكرات العاليه الراسيه اللي بقول لحضراتكم عليها والعسال، وتطلع الكره الى ركله ركنيه ثانيه. ادي امامنا عبد الحق عسال في اللقطه اللي فاتت. عبد الحق عسال. بص امامنا الضغوطات، نادي الزمالك بعد ما سجل اموره هديت، لكن الزمالك محتاج انه يكمل. صحيح صعب تلعب بنفس الريتم بنفس الايقاع بنفس النسق، لانك يعني عندك 90 دقيقه مش سهله في مباراه نهائيه ومتقدم بهدف حتى الان يضمن لك تتويج بلقب البطوله، لكن عليك ان تلعب وتركز ولا يكون هناك اخطاء. والمره دي على طول ابعاد من فتوح. شوف الزمالك بيطفش دلوقتي، بيطفش. طبعا واحد يقول لي يعني بالتقيله، تقيله طبعا كلمه بيطفش، لان الزمالك مضغوط عكس البدايه لما كان بيطلع بالكوره وبنشوف عمر من اليمين وزيزو معاه ومن الشمال فتوح ونداي وتحركات امامنا. بص جمهور الزمالك، بص جمهور الزمالك، الجمهور الزمالك ده جمهور قصه وحكايه كبيره الحقيقه. هذا الجمهور اللي دائما وابدا الحقيقه ياتي الاصرار من خلال هذا الجمهور. الاصرار بياتي من خلال جمهور الزمالك، هو اللي مع الزمالك في كل وقت، في كل وقت، يعني على الحلوه وعلى المره موجود مع الزمالك. طبعا في اللقاءات طبعا اللي الزمالك ما يوفقش فيها جمهوره دايما بيساند وجمهوره خلفه. هنا خطوره نهضه بركان في هذه الكرات مره ثانيه، ابعاد يمسك كره احمد حمدي، لكن نهضه بركان بانتشار مميز بارتباك زملكاوي باستلام من جانب الخطير يوسف الفحلي امامنا. عايز يعدي يوسف الفحلي مميز جدا ويرفع عينه، عايز يرفع عينه عشان يمرر، لسه محتفظ بالكوره. مره ثانيه كره تحيف عرضيه خطيره يتركها على طول المره دي عمر جابر، تطلع خارج الملعب، كرة تطلع لخارج الملعب. صعبة الأمور في ظل هذا الضغط الكبير من جانب نهضة بركان. الزمالك بيترك المجال لنهضة بركان، وشوف عمر جابر أمامنا هو بيتكلم مع اللعيبة، بيتكلم مع الموجودين، لأن اللي يحدث أمامنا أحمد حمدي. هنشوف يا ساتر هل فيها إصابة أحمد حمدي؟ يا ساتر يا ساتر، صاحب هدف اللقاء أحمد حمدي تعرض لإصابة. لاعبي نهضة بركان بيلعبوا بقوة شوية، قوة زائدة. حكم اللقاء لازم يوفر محمد صبحي في حراسة المرمى. بص امامنا الاعادة، بص ادي الكورة، اوه يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر على الاصابات. ادي امامنا صاحب الهدف اللي جاب هدف جميل. بص احمد حمدي يا والد، احمد حمدي قبل ان يعني يصاب في هذه اللقطة. ادي امامنا هنا عبد الواحد السيد المدير كرة القدم، احمد مجدي، طبعا جوزيه جوميز، معاه كمان اندري بيكيه اللي هو الكاميروني الدولي، واحد من اللعيبة كان مميزين طبعا، مساعد معاه موجود معاه ودايما موجود معاه على فكرة سواء في الميريا او مونتافيردا. امامنا اهو بص هدف المباراه الاول، زيزو يصنع واحمد حمدي يسجل، لكن الزمالك يخسر خدمات احمد حمدي في هذه اللحظات، يخسر خدمات احمد حمدي للاصابه. موجود محمد صبحي، مهاب ياسر حمد نجم الدفاع الفلسطيني، يوسف اوباما، ناصر منسي، مصطفى شلبي، سامسون اكينيولا، سيد نيمار وزياد كمال. كيف سيفكر احمد حمدي بعد ما قدم لنا يعني وقت مميز وسجل هدف اللقاء الوحيد، يغادر اللقاء مصابا في هذه اللحظات. طبعا معاه الجهاز الطبي دكتور محمد اسامه، محمد السيد لعلاج طبيعي، احمد مجدي. امامنا هو تعليمات اوسوريو، معتمد جمال، والبرتغالي جوزيه جوميز. دولة المدربين اللي كانوا مع رحله الزمالك في هذه البطوله. رحله الزمالك كانت مع خوان كارلوس اوسوريو الكولومبي، وايضا معتمد جمال، ثم كان بقى جوزيه جوميز مع الزمالك في الفتره الاخيره وبيتولى المهمه ويبحث عن لقب مع الزمالك في هذه المباراه. اوباما عوده اوباما. ادي امامنا هنا اللجوء لخبره، اللجوء لواحد صاحب خبره. اصابه امام فيوتشر في اللقاء اللي كان 2-1 في شهر مارس، وبيعود امامنا هنا يوسف اوباما، هيبقى هو الكابتن والقائد طبعا بعد دخوله. امامنا هنا يوسف اوباما، واحد من اللعيبه الكبار في نادي الزمالك طبعا في غياب شيكابالا. تبديل اضطراري، اوباما يدخل في الدقيقه 41، يدخل اوباما مكان احمد حمدي في المباراه. تبديل اضطراري. امامنا هنا فتوح الى نداي،
محمد شحاته اماميه سيف الجزيري لم يظهر كثيرا، وعندما يظهر سيف تظهر خطوره الزمالك. هجمه زملكاويه بعد فتره ضغط وفتره من الفرص الضائعه. نهضه بركان زيزو في محاوله، لكن معاه على طول هنا حمزه المساوي. محمد شحاته الزمالك لازم يمسك كوره اكتر، لازم يكون بقى الدونجا ومحمد شحاته دور انهم يمسكوا كوره. عمر جابر بخبراته، فتوح ايضا في الجنب الشمال، حسام عبد المجيد على الارض على طول الضغط على فتوح. يرجع هدف اللقاء احمد حمدي اللي استبدل اضطراريا بيوسف اوباما في الدقيقه 41 من اللقاء. تبديل اضطراري للزمالك. على الارض على طول امامنا دونجا حسام عبد المجيد، حسام على طول الى فتوح. شوف هنا نهضه بركان فريق منظم. تمرير على طول امام اول كره لاوباما يضيعها ابراهيم انداي. اعتقد هتشوف مصطفى شلبي الشوط الثاني. مره ثانيه انطلاقه يوسف الفحلي يا راجل ارحمنا فاولات بقى، ارحمنا يا راجل بقى. مش معقول يا جماعه الفاولات اللي بتتعمل السذاجه. معروف ان نهضه بركان قوتهم في الكرات الثابته وضربات الراسيه. يوسف الفحلي خد ركله جزاء من حسام عبد المجيد في المباراه الاولى، وياخد فاول في مكان مميز امامنا هنا، وفاول هيلعبه محمد برابط. سجل في ديابل نوار الكونغولي، وسجل في مرمى الملعب المالي في مشواره مع المجموعات. كان طبعا في نفس المجموعه اللي كان تصدرها فريق نادي نهضه بركان. هذا لعب الزمالك 25 دقيقه ممتعه، ثم الهبوط اللي في المستوى. وطبعا صعب انك تلعب بنفس الريتم، يعني مش نقول هبوط لكن النسق قل، ضغط العالي الشراسه قلت. كرة ثابتة لمرابط، خطيرة الكرات العالية. حسام عبد المجيد إبعاد مرة ثانية على طول فتوح. الكرة اتعملت حلوة. عمر جابر زيادة عددية للزمالك. عمر يلعبها، لكن طلعت يا عمر. عمر جابر اتأخر قوي في القرار. عمر جابر في القرار. بص الكرة طلعت طبعا بكامل محيطها، طبعا ما فيهاش كلام، ما فيهاش نقاش. شوط أول الزمالك حقق ما أراده في هذا الشوط الأول، تقدم بنتيجة مستحقة في ظل تفوق كبير وعدة هجمات، ويعني كان اكتساح في أول 25 دقيقة. سجل أحمد حمدي هدف حلو قوي من صناعة أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 23، ثم تراجع الزمالك وظهرت خطورة دايو بالرأسية، وظهرت كرة أيضا اللاعب باسين اللي كانت خطيرة جدا وعادت العارضة، وتسديدة البحيري في الدقيقة 25 الدقيقة 32 الدقيقة 35. ثم الزمالك بيحافظ على تقدمه ويلعب بقى بهدوء وصبر بتركيز في الوقت المتبقي بعد تسكير بإصابة كانت أحمد حمدي. إن شاء الله تكون سليمة، إن شاء الله. أنا شايف كان الركبة يعني إن شاء الله تكون سليمة وما يكونش فيها إصابة كبيرة، ويستبدل بالعائد يوسف أوباما صاحب الخبرات الكبيرة. يوسف أوباما. سيف الجزيري كرة على طول ملعوبة لسيف، عليه رقابة كبيرة طبعا سيف بعد هدف مباراة الذهاب. سيف سجل في مرمى سوار كويا الفريق الغيني أكاديمية سوار كويا، وسجل في مرمى نهضة بركان. أمامية كرة على طول الكرات السريعة، لكن طويلة وبعيدة إلى خارج الملعب. فريق نهضة بركان فريق جدير بالاحترام، فريق توج باللقب مرتين، يبحث عن من ضاعت من دونجا فرصة رباعية، وحمزة المسلوسي ورط الزمالك في ركنية لما أعاد يعني كرة قوية قوي على الركنيات. دائما 3 ركنيات، لكن الزمالك اتعامل بشكل مميز على طول رأسية مرة ثانية. حمزة المسلوسي اتغمزت أوباما، حكم اللقاء مدي فاول. بص الأرقام اتغيرت، 3 ركنيات للزمالك مقابل مفعول السحر. اتكلم على فكرة جوميز قبل المباراة، اتكلم عن خطورة مرتدات الزمالك، وبالفعل الهجمه اللي فاتت دي كانت هتبقى مثاليه للزمالك. ضيع اوباما فرصه ما تضيعش، وبعد كده كانت عدت طبعا اولا من زيزو، مره ثانيه هنا اوباما البديل، لمسه يد على اوباما، لمسه يد على يوسف اوباما الذي يشارك في هذه المباراه بعد اصابه احمد حمدي صاحب هدف اللقاء، وكاد ان يسجل. بص بعيد الشعباني بتنافس، التونسي بعيد الشعباني، لكن عنده فريق الحقيقه مميز. صحيح اقل من الفرقه بتاعت 2019 اللي كان فيها لاباكوجا التوجولي، وكان فيها لعيبه الحقيقه مميزين في 2019. يعني وقتها كان موجود معاهم النمساوي، كان ظهير ايمن، محمد عزيز كان في الجنب الشمال، اسماعيل المقدم كان قلب دفاع، بكر الهلالي، امين الكاسب، ناجي العربي، حمدي العشير، لاباكوجا. الزمالك كان وقتها جنش وعبد الغني ومحمود علاء والونش وعبد الله جمعه، وكان ابراهيم حسن وطارق حامد ومحمد ابراهيم واحداد، وكان طبعا زيزو ومحمود عبد العزيز واوباما وحازم امام وبهاء مجدي، وكان عمر صلاح يعني وقتها كان موجود برضه في الفتره دي كان لعب. والمسلسل اللقاءات بيستمر ما بين نهضة بركان والزمالك.
على طول كره ملعوبه اماميه، التحرك من سيف الجزيري، سيف ادي استلام على طول من سيف، البحث عن التسجيل، تصل الى اللاعب ابراهيم نداي، هيسجل الزمالك الثاني ويريح جمهوره، لكن كره نداي الى خارج الملعب تطلع علامه تماس. اوباما كان هيسجل، اوباما فرصه كبيره، فرصه كبيره للزمالك. الزمالك ايه اكتر من حوالي نقول ايه 11 محاوله على المرمى للزمالك، لكن اكتفى بهدف احمد حمدي من كره زيزو العرضيه. سيف الجزيري يسيب الكره تطلع علامه تماس. سيف الجزيري عايزينه اكتر في منطقه الجزاء. سيف بيتطرف بياخد اماكن في الاطراف، سيف بوكس، لاعب البوكس، لاعب الصندوق. 1-0. بص الملعب، شوف الملعب والجمهور واللقطات الجميله هنا في يعني اخراج ايضا رائع في مباراه اليوم، وتكمل ان شاء الله بتتويج نادي الزمالك بلقب هذه البطوله. مره ثانيه وسط الملعب ايوب خيري، لكن الزمالك عليه انه يتعامل بحذر وحذر شديد في الوقت المتبقي من الوقت البدني الضائع، لان نهضه بركان فريق كوره بيلعبوا كوره. مره ثانيه ابراهيم نداي يلعب اماميه، اي حاجه ابراهيم نداي ترجع على طول الى يوسف دايو لبحيري، سدد الكره الخطيره لبحيري، سدد كره خطيره مره ثانيه امامنا لبحيري لمرابط، حاولوا هنا الوصول لكن يضغط اوباما ضغط الزملكاوي، لكن المره الثانيه تعود الكره مره ثانيه العسال يلعبها لمرابط، خطيره الكره مرابط، لكن مرت الكره الى خارج الملعب. بص الجماهير، بص الجمهور مش بيقول له ايه يا جماعه في ايه، والجمهور الجانب الاخر الجمهور لا يتوقف عن التشجيع والمسانده، وكره خطيره كانت محمد مرابط، كانت ممكن قوي تبقى خطر على الزمالك. وبص الجمهور بقى يدي امامنا اهو، جماهير مغربيه مع الجماهير اللي حاضره في استاد القاهره اللي شرفونا في مصر طبعا زي ما شفنا في مباراه الذهاب، كان الدخول بالجواز السفر المصري لمن يرغب، كذلك ايضا جماهير نهضه بركان الموجوده النهارده في هذا العيد الكبير هنا في نهائي استثنائي مصري مغربي، هو النهائي رقم 11 في تاريخ لقاءات الانديه المصريه والمغربيه، وحتى الان الزمالك متفوق بالهدف اللي يعني للكثير انه هدف تتويج باللقب. مره ثانيه رايه وتسلل سيف الجزيري، سيف شوط اول نقول نجومه كان زيزو، كان نجومه محمد شحاته، دونجا، كذلك ايضا ظهور مميز لاحمد حمدي قبل الاصابه، مع التطوير في الاداء ان شاء الله والتبديلات. الزمالك بقى يوفر لنفسه الحمايه بهدف ثاني في هذه المباراه. الفحري، يوسف الفحري بيلعبوا طبعا بقوه وبيلعبوا بخشونه، لكن حتى الان المباراه ما فيهاش ولا انذار، دون اي انذار. حكم اللقاء هنشوف ادى انذار للفحلي ولا ايه. اخيرا الفحلي يتلقى انذار امامنا، يوسف الفحلي انذار، اول انذار في الدقيقه السادسه من الوقت بدل الضائع، اول انذار في الدقيقه السادسه من الوقت بدل الضائع. كره على طول من الاماميه، خرج بالقائمه النهارده بالمناسبه كل من معاذ علاء الدين ومحمد عاطف ومتيابه اللي خرجوا من القائمه ضغط. كره ترجع على طول على المهل، محمد عواد. شوط اول الزمالك حقق يعني ما أرادوا في هذه المباراة، ولكن يعني لازم يأمن من التقلبات، يأمن من الأمور اللي ممكن تحدث طبعا في حال لا قدر الله أي خطورة أو أي هدف لنهضة بركان يصعب الأمور ويصعب المهمة. الزمالك يتقدم بهدف عن طريق أحمد حمدي اللي أصيب ودخل مكانه أوباما، وضيع فرصة كبيرة أوي أوباما الحقيقة لتسجيل هدف ثاني كان يقتل تماما على الأقل الشوط الأول ويوقف الحماس. فتوح في حماس كبير، لكن هنا في مساحات خطيرة، الكرة في ظهر فتوح، تحرك من الفحلي، عرضيه لكن برافو حسام عبد المجيد، وركنيه جديده امامنا لفريق نهضه بركان الجدير الحقيقه بالاحترام، اتمنى ان شاء الله احمد حمدي يكون اصابه بسيطه، ما يكونش رباط صليبي ولا اصابه، لان احمد حمدي يعد من المكاسب الكبيره للزمالك ضمن الصفقات اللي تم طبعا مع ايقاف القيد للزمالك زي ما حضراتكم عارفين، في ظل وجود عقوبات على الزمالك، ضمن العقبات ضمن الامور اللي بيواجهها الزمالك. لكن هنا ركنيه ايضا، واحده من الكرات الخطيره راسيه خطره، يا ساتر على الكره اللي فاتت، لكن امامنا هنا رايه وتسلل. بص الكره من اللاعب حمزه الموسوي، والكره حاول عليها دايو لكن كان في وضعيه تسلل. هدف ضائع لفريق نهضه بركان، هدف لابد ان يفيق نادي الزمالك الشوط الثاني. ادي امامنا سلامات لاحمد حمدي، امامنا هنا اصابه في الركبه اليمنى، اتمنى له ان شاء الله السلامه دكتور محمد اسامه. شوط اول ينتهي في استاد القاهره، الاستاد المرعب، هدف الزمالك عن طريق احمد حمدي في الدقيقه 23 من صناعه زيزو. الزمالك متقدم على نهضه بركان في لقاء العوده بهدف مقابل لا شيء. الكلمه تنتقل سريعا لمهند الجهلي.